تخيلوا كده إنكم صحيتوا الصبح لقيتوا الشمس مش موجودة تقريبا، مش اختفت خالص، لا دي بقت باهتة قوي كأنها قمر مصفر كده. ده بالظبط اللي حصل سنة 536 ميلادي، اللي مؤرخين وعلماء كتير بيقولوا إنها كانت أسوأ سنة ممكن حد يعيشها في التاريخ. الموضوع كان كارثة بكل المقاييس. سنة 535 ميلادي كانت ماشية عادي زي أي سنة، الشمس بتطلع كل يوم الصبح بنورها المعتاد تدفي الأرض، والمدن كانت مليانة حياة، والأسواق زحمة بالبياعين والمشترين، والحضارات بتكبر والناس عايشة حياتها الطبيعية وإن كان فيها مشاكلها العادية. كانوا بيخططوا لبكرة ومحدش كان متخيل إن السما كانت بتجهز لحاجة محدش شافها قبل كده، وحاجة عمرها ما هتتمحي من ذاكرة التاريخ. مفيش أي إنذار، فجأة ومن غير أي مقدمات كل حاجة اتغيرت. الشمس ما بقتش هي الشمس، سلسلة براكين انفجرت كلها مرة واحدة، كأن الأرض كانت ساكتة بقالها قرون وفجأة قررت تصرخ. من غير أي تحذير الجبال فتحت بقها ونفخت نار ودخان زي تنين غضبان، والصوت زي الرعد بس طالع من تحت رجلك. من أول أيسلندا لحد سلفادور اللي تحت خط الاستواء، البراكين اشتغلت والنار طلعت والدنيا اتقلبت. السما اتملت غبار ودخان وغازات خانقة، مش سحابة وهتعدي، لا ده كان ستارة سودة اتفردت على الكوكب كله. الشمس لسه موجودة بس مش باينة، نورها بقى باهت كأنها لمبة صفرة في أوضة ضباب. دنيا بقت تلج، النهار بقى شبه المغرب والليل بقى أغمق من العادي. كل حاجة اتشقلبت والناس واقفين مش فاهمين احنا في كابوس ولا ده بجد. الكارثة كانت بتظهر بالبطيء بس نتائجها كانت فورية ومدمرة. بمجرد ما الستارة البركانية دي غطت شمس العالم درجات الحرارة بدأت تنهار بجنون، الشتاء ممشيش أبدا والصيف مجاش. تخيل المنظر المرعب، في الصين في عز الصيف التلج نزل في شهر أغسطس. الفلاحين اللي حياتهم كانت مرتبطة بدورة الشمس وفصولها وقفوا عاجزين بيبصوا على حقولهم. القمح اللي كان هيأكل عائلاتهم، الفاكهة اللي كانت هتسد جوع أطفالهم، كلها دبلت واتجمدت قبل أوانها. الأمل اتبخر مع كل حبة قمح اتجمدت في الأرض، ما بقاش فيه محاصيل وبالتالي مفيش أكل. المجاعة الكبيرة بدأت تزحف بالبطيء وبعدين بسرعة رهيبة، بلعت القرى والمدن واحدة ورا التانية. الأمهات اللي ما لقوش حاجة يأكلوا بيها أطفالهم، الرجالة اللي بيموتوا من الجوع وبيتحولوا لهياكل عظمية ماشية على الأرض، والجثث الهزيلة اللي بتقع في الشوارع ومحدش لاقي اللي يدفنها. في أيرلندا السجلات القديمة بتتكلم عن نقص الخبز لسنين ورا بعض، وده بيوري حجم اليأس اللي انتشر هناك. وفي الصين الكارثة كانت أكبر لدرجة إن الجوع تسبب في نقص رهيب في عدد السكان والأراضي الخصبة اتحولت لمقابر جماعية. وبينما البشرية كانت بتصارع وحش الجوع والبرد القارس، جت الضربة القاضية اللي محدش كان يتوقعها. بعد كام سنة من الظروف البائسة دي وتحديدا سنة 541 ميلادي ظهر طاعون جوستنيان. الوباء ده ما كانش مجرد مرض عادي، ده كان كارثة بيولوجية حقيقية انتشر عن طريق الموانئ والطرق التجارية للإمبراطورية البيزنطية، ووصل لعاصمتها القسطنطينية سنة 542 ميلادي. الناس كانت صحتهم تعبانة جدا بسبب المجاعة وسوء التغذية، وده خلاهم فريسة سهلة للوباء المميت ده. طاعون جوستنيان اللي بيعتقدوا انه بسبب بكتيريا يرسينيا بيستس، نفس البكتيريا اللي سببت الطاعون الأسود بعدين، انتشر في العالم بسرعة مرعبة، حصد أرواح الملايين. بعض المؤرخين بيقدروا ان الوباء ده قضى على حوالي تلت أو حتى نص سكان الإمبراطورية الرومانية الشرقية لوحدها، يعني عشرات الملايين من البشر. الشوارع اتملت جثث وما بقاش في حد يدفن الموتى. الوباء ده سرع بشكل كبير في انهيار امبراطوريات كانت قوية، وساب ندوب عميقة في المجتمع والاقتصاد بتاع العالم القديم. طاعون جوستنيان ده كان النهاية المأساوية لفصل بدأ بظلام الشمس عشان يكمل دايرة الرعب والموت اللي حولت سنة 536 والسنين اللي بعدها لأحلك الفترات في تاريخ البشرية. يا ترى بنتعلم من قسوة التاريخ؟
سنة 536 ميلادي ما كانتش مجرد سنة عادية، دي كانت نقطة تحول كبيرة غيرت وش العالم، لأنها شهدت سقوط حضارات عريقة زي الإمبراطورية البيزنطية اللي اتهزت أركانها، وممالك القوط في أوروبا الغربية اللي واجهت تحديات ضخمة. ده غير أفول نجم حضارة الموتشي في بيرو وإمبراطورية جوبتا في الهند. وفي نفس الوقت طلعت من وسط الفوضى دي قوة جديدة زي مملكة الفرنجة في أوروبا الغربية، وظهرت هجرات كبيرة للشعوب البدوية اللي غيرت خريطة القارة. والأهم من كده، الظروف دي مهدت لظهور الإسلام في الشرق الأوسط كقوة عظمى غيرت مجرى التاريخ. وهكذا بنشوف إن سنة 536 ميلادي ما كانتش مجرد كارثة عابرة، لا، دي كانت نقطة تحول تاريخية حاسمة غيرت وش العالم للأبد، من ضلمة الرماد وبرد المجاعات لويلات الأوبئة. عروش وإمبراطوريات اتهزت، وفي نفس الوقت طلعت قوة جديدة من وسط الدمار. دي قصة بتفكرنا إن التاريخ مش مجرد أحداث منفصلة، لا، ده نسيج معقد الكوارث بتتشابك فيه مع مصاير البشر. يا ترى ممكن كارثة بالحجم ده تتكرر تاني؟ شاركونا آرائكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك عشان تبقوا متابعين كل جديد.